يما على المغاربة وين لاحقوا بوها عليا بوه. طريق تاع الفيلوات خاودنا، هاي طريق تمشي فيها غير الفيلو، ورانا في المغرب ماناش في اوروبا، كون فاهمين. تبع الكرغولي الفايح. حنا كي راني نوريلك ماشي زعما نكرهاك ولا، انا راني نشجع فيك باش هذاك الرئيس تاعكم تروح تعطي لمو بزوج البازين لوجهك، فاهمني؟ راك فاهم؟ باش مزيج تقول تحية عمي تبون. شو الطريق تاع الفيلوات، شو هنايا وين يتمشى الشعب، تروطوار كي داير، تروطوار يفوتوا فوق زوج طوموبيلات، راك فاهم؟ نورمال. حنا تروطوار وما كاش في الجزائر، حنا وين تمشي طوموبيل وما كاش، راك فاهم؟ طريق كاع محفرة، طريق كاع مقودة. المهم تبع حتى الفيلوات دايرين لهم طريق، هاهي الفيلو مرسومة في الارض والفيلو مرسومة في... المهم غير الجزائري اللي يفوت منا. هيا صاي، هيا طلق عليا السرعة والكرغولي غادي ندرحاه. عمي تبون طلق عليا واه عمي تبون الشوالة. علاه بلد البترول تسكن في القصدير، علاه بلد البترول تسكن في القصدير، ما عندوش غدوة باش يدرسوا ولادته، ما كانش تريسيتي غدوة تبدا القرايه، ما عندهمش التريسيتي باش ينيروا على الاقل هم الشونه. وانتشر الفساد مقواه ما ينتشر، لانه الوعي الفكري هنا كيفاش راح يتحضر الانسان في ظروف كيما هذه. جيعانين صح، وحنا ما عندناش صح، وحنا ناقصين كل مقومات الحياه. بسبب هذا الفيديو وبسبب فضحها لنظام العصابة تم اعتقالها وتم الحكم عليها بالسجن. هذه هي دولة العصابات، إن صح أن نقول بأنها دولة، نظام غير منظم، نظام قمعي ديكتاتوري لا يحمل من الإنسانية سوى الاسم. وفي هذا الفيديو جبنا لكم أروع مداخلة قاهر العصابة أمير ديزاد، واحد الفيديو رائع جدا شيق وجدير بالمتابعة. غادي نخليه لكم في نهاية هذا الفيديو كيتكلم على العصابة ديال المرادية التي نهشت أجساد الجزائريين وعلاقتها بطبيعة الحال بالمملكة المغربية الشريفة. وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا كذلك بوعلام صلصال التصريح التاريخي ديالو اللي قال من خلاله بأن الصحراء الشرقية مغربية، وعلى إثر هذا التصريح تم كذلك اعتقاله وتم الحكم عليه بالسجن. بوعلام صلصال الذي فضح كل أكاذيب العصابة وقال بأن المملكة المغربية ساعدتنا باش نتحرروا من براثن الاستعمار، وقال بأننا وعدناهم بأننا غادي نرجعوا لهم الأراضي ديالهم اللي هي الصحراء الشرقية مباشرة بعد الاستقلال، ولكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. هذا المثل ينطبق تماما على نظام العصابة منذ استقلالها إلى يومنا هذا. وقبل ما نمشيو نشوفوا هذه الفيديوهات غادي نتوقفوا عند واحد الصفقة تاريخية. المملكة المغربية كأول بلد عربي وأول بلد إفريقي غادي يحصل على هذه الطائرات اللي كتعتبر طائرات فتاكة. صفقة تاريخية وغير مسبوقة للجيش المغربي ستبوئه المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا. خليكم مع هذا الفيديو، ما تنساوش الدعم باللايك وتخلينا التعاليق والآراء ديالكم. الجيش المغربي وبصفقة تاريخية سيحصل على 32 مقاتلة F-35 الشهيرة. الصفقة جاءت بعد موافقة الكونغرس الأمريكي، وستجعل هذه الخطوة من الرباط أول دولة عربية وإفريقية تمتلك هذا السلاح الفتاك الذي سيغير موازين القوى بالكامل. وفقا للتقارير قيمة الصفقة قد تصل إلى 17 مليار دولار على مدى 45 عاما، وتشمل التوريد والصيانة والدعم الفني، ما يجعل المغرب من بين الدول القليلة جدا التي تمتلك F-35، إذ لا يزيد عدد الدول التي لديها هذه الطائرات عن 5 فقط. F-35 ليست مجرد طائرة مقاتلة، بل قمة الابتكار العسكري، حيث تتميز بتقنية التخفي المتطورة ورادار منح وعيا ميدانيا استثنائيا. المقاتلة تتميز أيضا بمهامها المتعددة كالتفوق الجوي والهجمات الأرضية والاستطلاع. المزيد algérien en langue française le plus connu d'ailleurs. Vous pensez quand même que voilà, l'Algérie devrait s'inspirer un petit peu de son rival marocain parfois? C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. Il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan. Donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte. Et il a colonisé l'Espagne. C'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal. Très puissant. Alors, la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, elle n'y serait jamais arrivée. C'est un vieux pays, constitué
C'est pas possible. On peut l'occuper momentanément, mais pas le coloniser, c'est-à-dire lui enlever sa culture, en mettre une de rechange. C'est impossible. Et puis, je crois que à l'époque, les dirigeants français ont été sages en disant le pays existe, on peut pas. Il y a ces institutions, il y en a depuis toujours. Tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle l'a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, l'État et tout ça, ben, il n'a pas le pouvoir. À cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. Et là, il ne pouvait pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit, ok, mais à condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez vos territoires qui ont été pris par la France. Et les Algériens ont dit, ok, l'indépendance arrive. ما الفرق بينكم وبين الصهاينة؟ وتكلموا على التطبيع ما التطبيع. على الأقل الصهاينة ربما اغتصبوا العالم باش يعيشوا شعوبهم، أخذوا أرض ماهيش أرضهم باش يعيش شعبهم. انتم دمرتوا بلاد ودمرتوا شعب باش يعيشوا أسيادكم، باش يعيشوا مخابرات الأجنبية وترعى في بلاد الشهداء. وتجوا تتكلموا وكأنكم ملائكة. التطبيع ما التطبيع، انتم أخطر من الصهاينة. حق يقال، ما تحبوش صح. تجي تكلم لي تقول لي المغرب طبع، ما يطبعش. انا واش دخلني فيه؟ يجي واحد يكتبوا لي في تعليقات هضر على المغرب طبعوا، ربي يسهل عليهم، ربي يسهل على كل واحد. انا نهار اللي قلت لكم الموقف تاعنا هو أدافع على ما يجري أو ما يحدث في 2,381,741 كيلومتر مربع. يعني أدافع وأتكلم على ما يحدث في بلادي. ما تدينيش إلى أمور خاطئ بلادي. حاول الصراع تاع أكثر من 40 سنة، أموال الجزائريين ضخت للبوليزاريو بالملايير الممليرة، طائرات عسكرية خصصت لنقل البوليزاريو فيما الجنود تاع الجزائر تكركروا في الكيران، أموال راحت اللي هو سرقت باسمهم الملايير تاع الشعب الجزائري، نهبوا ما نهبوا باسم هذا البوليزاريو، داروا ما داروا. فينالمو صراع تاع 40 عام، تغريدة تاع تويتر كملت معاه تاع ترامب. هيا قنوات البلاد، انا نستناو فيكم عبله. عيطوا قناه البلاد تهدر كيما موالفين تخرجوهم. خرجوا قناه البلاد تتكلم كيما موالفين تخرجوهم. لا ما فيهاش. راكم عارفين بلي حاشاكم خاوتي يبولوا عليكم الامريكان سيادكم، تقدروش. هيا خرجوا ناس متبريين منهم باش من بعد تقولوا نعرفكم كيفاش تخدموا. نعرفكم تخرجوا ناس الذين لا يمثلون السلطة وتتخبوا وراهم باش ما تبينوش وجوهكم، لأنكم راكم عارفين بلي أي موقف رسمي منكم عن طريق الحكومة، مثلا بوغادوم اللي مثل وزارة الخارجية، ولا بوتبون تاعكم اللي مثل العصابة، ولا الفاتورة تكون عليكم غالية بزاف وانتم تعرفوها تكون باهظة إذا تطاولتم على بوترامب الذي تعتبرونه سيدا وشكور عليكم. هاي فراوة بوترامب تليفون قال لهم اي تربح، فرقت علي السوق. روحوا البرلمان العربي والافريقي اموال اللي كنتوا تضخوا فيها ورحت رحت بزنس يا شنقريح، رحت بزنس يا ليجينيرو. الان ما عليكم الا حل واحد نعطيكم انا من ضروك، نعطيكم حل شباب يساعدكم. يجب عليكم الآن بعد ما فاقوكم يجب عليكم تقرير مصير كردستان لتتحرر من الترك. هذا هو الحل الواحد.
رفدوا لا باطايون تاع 48 رفدوا 200 دوف تاع 169 ردوا حطوه في جوه انقره ملهيه. نقول لهم لازم نقرروا مصير كردستان دروك، منا راهم تحلبوا لنا وفقوا لنا. الاكراد لازم نعاونوهم باش يقرروا المصير، وهذه مساله جزائريه لا نقاش فيها، قضيه جزائريه. حتى النخاع والجنرالات اللي عندنا عندهم الانسانيه وراهم يشوفوا في سماعهم كردستان راهي ماش عجبتهم الحال وما راهمش ملاح مع اردوغان. ها خويا اردوغان يقول لك والله كركريه ودي فديريه، على بالك بلي شنقري يحاول يولي يضرب لي كوش دوبلي، يولي يضربهم دوبلي يولي يتمشى ويسير. التطبيع خيانه اوني داكور، ولكن انقلاب على الاراده الشعبيه وتعيين رئيس مزور على دموع الجزائريين والجزائريات الرافضين لهذا المهازل وهذا الانقلاب هو الآخر خيانة. نتمنى يعجبكم الفيديو، وفضلا وليس امرا ما تنساوش تفعلوا معاه الضغط على زر اللايك، وكذلك تخلوا لنا واحد التعليق، لان التعليق ديالكم كتخلي الفيديو ينتشر بسرعه ويشوفوه اكبر عدد من المتابعين. وما تنساوش كذلك تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم، نتلاقاو في حلقه مقبله.